السلام عليكم. النهارده هوريكي اسهل طريقه لعمل اجمل واخضر رز معمر. وزي ما انت شايفه انا عامله في صينيه ألمونيا زي الرز الفلاحي بالظبط، يعني هو الرز المعمر الفلاحي دي طريقته. وطالع زي ما انت شايفاه مش معجون. واسرار بسيطه جدا هخليكي محترفه. في البدايه يا ست الكل لازم لبن بلدي، تمام؟ طيب انا غالي لبن وعندي محوش قشطه، وبص اللبن بيطلع كميه قشطه دي اللهم صل على النبي كميه محترمه. من 2 كيلو لبن بيطلع كميه قشطه محترمه جدا جدا. ولو اللبن البلدي بتاعك ما بيطلعش القشطه دي يبقى حضرتك انا اسف ما بتعرفيش تشتري اللبن. قولي لي في الكومنتات واعمل لك فيديو ازاي نغلي اللبن اللي بيطلع لك قشطه كميه محترمه زي ما انت شايفه كده. انا هعمل كيلو من الرز، يبقى كيلو من الرز مغسول كويس جدا ومتصفي كويس جدا جدا. هنزل عليه بمعلقه من السمنه البلدي. وبصي بقى عشان الرز ما يعجونش منك معلقتين كبار من الزيت. ليه؟ عشان الرز ما يبقاش طالع منك معجن. وهحط عليهم معلقتين من القشطه اللي انا مطلعهم من اللبن البلدي بتاعي. انا ما بشتريش قشطه يا جماعه، يعني انا لما بخزنها وبطلعها من اللبن وبغلي اللبن مظبوط بوفر على نفسي كتير جدا ثمن القشطه اللي ممكن تشتريها من اللبان. تفركي بقى السمنه مع القشطه كويس قوي قوي قوي، وتقوم حاطه معلقه الملح لان انا هعمل هنا رز معمر مالح مش الحلو. وافركي بقى كده بالمعلقه توزعي كويس جدا لحد لما الرز يتشرب القشطه والسمن والزيت والملح. وهنزل بكيلو من اللبن. خلي بال سيادتك كيلو رز هياخد 2 كيلو من السوائل، فانا عشان اوفر في الوصفه وما اكلفش كتير حطيت كيلو من اللبن واحط كيلو من الميه. طب يا شيف انا عايز اسقي ب 2 كيلو لبن، عادي حط 2 كيلو لبن. طب ما ينفع كيلو ونص لبن ونص ميه؟ انا عامل بكيلو ميه وكيلو لبن زي ما انت شايفه كده. طيب اللبن دافي الميه سخنه، حطيت كوبايتين وهبتدي هساوي الرز وهقيس عشان يطلع الرز معايا مظبوط بعقله صباع زي ما علمتك اكتر من مره. فطلع ان احنا محتاجين نزود الميه فزودت كوبايه ميه ورجعت سويت الرز عشان ما يبقاش في منه طالع ونازل. وهقيس تاني بالصباع لقيت لا مظبوط عقله صباع اهو زي ما انت شايفين بالمنظر ده. حاجه كده زي الفل مفيش ابسط من كده. وباقي القشطه بتاعتي يا ست الكل انزلي بيهم في الصينيه بتاعتك. خلي بال حضرتك ان الصينيه الالومنيا توزيع الحراره فيها بيبقى كويس جدا جدا. هنحطه في فرن سابق التسخين في الرف الاوسط. هتولعي عليه الشوايه وهتولعي الفرن من تحت والصينيه في النص، تمام؟ بعد 10 دقائق تلت ساعه هياخد وش، 10 دقائق او 15 دقيقه هياخد وش وهتبقى يغلي من فوق. تقومي طافيه الشوايه وتسيبيه بقى على شعله الفرن لمده نص ساعه. هيطلع معاكي زي ما انت شايفه بالمنظر التحفه دوت. بصي بقى عشان تعرفي احنا الوصفه ناجحه ولا مش ناجحه، انا بطلع خرطه الرز اهو. واخده بالك ان هو مش لازق في الصينيه من تحت، الصينيه طالعه نضيفه زي الفل ومش معجون زي ما انت شايفه بالمنظر ده. انجح واسهل وابسط طريقه لعمل الرز المعمر الفلاحي في البيت.